رد فعل ابراهيم فايق على سداسيه النادي الاهلي ذهابا وايابا في دوري ابطال افريقيا على جورماي الكيني. خلينا نسمع ونرجع لبعض مره تانية. إذن عزيزي المشاهد، في ليلة كلها فيتامينات، 3 في 1، 3 مكسب رايح 3 مكسب جاي، الأهلي يتمكن من إنهاء هذه المهمة التي قد تبدو سهلة وبسيطة أمام جورماهيا بفوز ب6 أهداف ذهابا وعودة. البداية كانت عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 23 من عرضية متقنة تحت عنوان يحيى عطية الله في الظهور الأول. ثم مع الدقيقة 54 كان الأهلي مع موعد مع هدف ثاني متقن البينية من أكرم بيه توفيق، ودي فراح مودي يحيى عطية الله في الظهور الثاني، فيتمكن وسام أبو علي من تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي. الدقيقة 91 وكما لو إنه طاهر سامع الاستوديو وسامع واحنا بنتكلم عن أهمية إن الراجل يبقى عنده دور في ماتشات معينة وفي توقيتات معينة، يتمكن طاهر من تسديدة قوية جدا تسكن يمين حارس جورماهيا الكيني في الدقيقة 91، فينهي الأهلي هذه الليلة بمكسب بثلاثية نظيفة. الليلة أي نعم خلصت قدام جورماهيا، إنما ما خلصتش في الاحتفالية بالنادي الأهلي. كابتن سيد، خليني أسألك، كيف ترى هذا الفوز العريض للأهلي على جورماهيا؟ الاهلي حقق كل المطلوب منه في المباراه ديت، سواء كانت اهداف معنويه او اهداف الصعود في الاول بالتاكيد عليه. كسبان 3، فطبيعي جدا الحمد لله انه هيكون وصل لمرحله كبيره جدا 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 من الاطمئنان ان هو يصعد لدوري المجموعات. لكن كان في اهداف معنويه ان انت برضو احتفاليه تبقى فيها نتيجه حلوه، ودي بتبقى بشكل حلو جدا. يعني الجماهير اللي جايه النهارده مبسوطه. في اهداف طبيا ما فيش حد لا قدر الله اتعور خالص يعني. صحيح. وفي اهداف تاريخيه. الاهلي لاول مره بيوصل فريق في يعني ما اعرفش بقى فريق الاعداد يجيبها، لكن في افريقيا شور ان يوصل ل 1080 دقيقه من غير جول. 1080 دقيقه من غير ما يخش 12 مباراه متتاليه. ايوه 9 في 6 ماشي تمام، من غير ما يخش فيه اهداف. ما يخش فيه اهداف، وده رقم كبير جدا جدا صعب تكراره، صعب تكراره على مستوى الافريقي. ما اعتقدش ان هو يكون حصل حتى عالميا ان في فرقه على مستوى القاري تقعد 12 مباراه متتاليه ما يدخلش فيها جول، مش ما تتغلبش، تخش فيها جول، ما يخش فيها جول. وقعد 24 مباراه الاهلي ما تخش فيه برضه طبعا يعني يعني مش متتاليه متقطعه يعني. طب في اهداف فرديه كمان يعني. وسام النهارده بيحرز، قلنا المره اللي فاتت عندت شويه، النهارده يحيى عطيه الله بيعبر عن نفسه بشكل ايجابي جدا صحيح جدا. صحيح. لكن له فلسفه في اللعب لازم كمان احنا كمان ناخد بالنا منها، والفريق ياخد باله منها. في حاله الاختراقات وحاله التقدم وحاله الانطلاق مين ممكن يغطي في حاجات كتير جدا. لكن حقق الاهلي حاجات كتيره جدا يعني. حتى البدلاء اللي نزلوا ظهروا بشكل كويس، اذا كان عمرو السوليه او طاهر او قفشه. قفشه عمل كورتين، واحده الكهرباء في منتهى الجمال في مساحه زمنيه قليله اللي خد فيها النهارده يعني. وكمان عمل الاسيست بتاع طاهر يعني. شفت اللقاء ازاي يا كابتن فهمي؟ زي ما حضراتكم سمعتوا كده، الاعلامي ابراهيم فايق والكابتن سيد عبد الحفيظ يتغنى بالنادي الاهلي بعد فوزه الكبير على جورمايا ذهابا وايابا بسداسيه 3-0 و3-0، ومن دوري طبعا ابطال افريقيا دور ال 32. ويستعد النادي الاهلي وبقوه لنادي الزمالك في السوبر الافريقي ما بينهم طبعا في المملكه العربيه السعوديه بالرياض. ان شاء الله يكون الفوز حليف نسر النادي الاهلي بمشيئه الرحمن. دمتم في حفظ الله ورعايته، واتمنى نتجدد لقائنا فيما هو قادم. لكن لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش اللايك، الاشتراك، تفعيل جرس الاشعارات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.